بص بقى، لو انت قاعد فاضي وعايز تعمل اجمد واسرع شوية بسكوت في الدنيا، يعني في ليالي الشتا دي بنحتاج شوية بسكوت نفطر بيهم او تحطهم في اللانش بوكس بتاع ابنك، مفيش مشكلة. وكمان هنقول عليه بسكوت العسل الاسود، زي ما انت سمعت كده بالظبط، هنعمله بالعسل الاسود. من اكتر مميزاته بقى ان هو سهل وما بياخدش اي وقت خالص، بيتحضر بسرعة جدا جدا، وزي ما انت شايف قدامك كده فاير وخفيف كده، تحس ان هو بسكوت نواعم قوي في نفسه يعني. تعال اقول لك بقى انا عملته ازاي، بس اهم حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وكومنت برايك، واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا المجاهدين. صليت بينا على النبي يا ابن عمي. كل اللي انا محتاجه منك، هتحضر كوبايه من العسل الاسود، ولو ما عندكش عسل اسود مش لازم تجيب برطمان وتعمل زيي، يعني مش عايزك تكلف نفسك قوي، لاي حد بتاع سوبر ماركت وهتجيب منه ب 10 جنيه عسل اسود، ربع كوبايه سمنه على ربع كوبايه زيت، وفي الاخر هتنزل بيهم على العسل. افقش عليهم بيضة، واهم حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة، انزل فيهم تقليب بالمضرب بتاعك او بالمعلقة، مش هتفرق كتير. وما